صيدلانيه بس نفسي اشتغل رقاصه. الرقم المطلوب مغلق. عندها نمره. ده حرفيا النمره غلط. ماشي استنى نتصل بيها تاني يمكن اعملها على هزاز. اهلا وسهلا بيكم في البرنامج اللي بيبيع ويشتري ويشوف الحاجه تستاهل ولا ما تستاهلش. الجمعه ماركت. اسم غريب جدا. تعال شوف اندو ايه اتباع. الكراش عندهم محل، فعشان اشوفها ممكن اشحن في اليوم 3-4 مرات. فدلوقتي عندي اكتفاء ذاتي من الرصيد لمده شهرين قدام، فهطلعه لاعلى سعر. انت بتنزل تنفعها 3-4 مرات، انت زبون لقطه. حلو. انت فين معاك بدر نور وعلاء ياسين من الجمعه ماركت. ازيك؟ عارفني يا موندو ولا مش عارفني؟ ايوه طبعا، عيب عليك، ده انا متابع كل حلقاتكم والمصحف. طب شفت حلقتي؟ عيب عليك. بالله عليك اصل دي اول حلقه، انت ما تسرحش بينا. انت مستني بولا وريم ها؟ والله. جماعه نمشي. انت بتقول عندك محل بتنزل تشحن 3-4 مرات في يوم عشان تشوف الكراش. كمية الرصيد بقى ايه؟ طب ما تكلمها يا صاحبي، حاول تكلمها ويبقى منها فيها. المشكلة يا بد انا متكلم وكل حاجة، بس باجي عندها بقى بقف. يعني دي حاجه حلوه مش حاجه. مش بيقف معاها، بيوقف في الكلام. بيتعطل يعني. في مرة ايه قررت خلاص انا هكلمها بقى. تتوقع كده مساحة الموضوع فين؟ قلت لها اشحني لي على الطاير مثلا. لا، هو انت بتتعرضي لاي نوع من العنف الاسري؟ حسيت قابلت مني سيكة كده صح؟ البنت كان على وشها علامات ضرب يعني على اللي انت قلته ولا دي من عندك؟ قبلها بيوم كان وشها كده مكشر. مكشر مش مترشم يعني. ما يمكن مع عملت وحش في امتحان يا اندو. ليه؟ أنا ليه ممكن بقول الراجل بتاع أندو فوري لحد بتاع دلوقتي؟ الرصيد ما جاش مثلا او حاجه. هو انت الفكره دي ما جاتش في دماغك لحد النهارده؟ لا بصراحة لا. لا هقول لك موضوع بجد. خش قول لها الحسنه اللي على اورتك دي حسنه ولا انت دماغك متوسخه؟ انا ما عنديش حسنة اساسا. ما هو ده اللي هيفتح الموضوع بقى. هتقول لك ما عنديش حسنه ولا لا، بس انا ما شفتش احسن من كده. الله. ماشي، شكرا جدا على النصيحة، وانا ادخل اقول لها موضوع الحسن لو شكرا. ماشي خلاص حلو، اختار موضوع الحسنه. حبيبي يا مندو احنا مبسوطين ان احنا نتصلى بيك. شكرا. احنا اسفين ان احنا مش بولا وريم. يستاهل ولا ما يستاهلش؟ انا شايف ان هو يستاهل بصراحه. الراجل صرف كتير الصراحه. هو ما فكرش خالص بس صرف فلوس. بس صرف مستثمر. يستاهل ايه فور ايفورت. ساندرا منصور كان عندي 4 بقرات، كل واحده فيهم اتجوزت وجابت بقره صغيره، وحاليا ما عادش عندي مكان في المزرعه. طبعا ما عادش يبقى عندي مكان في المزرعه طبعا. وعارضه بقرتين بلدي 3 شهور للتبني. اللي حابب يكلمني خاص وما تقلقش تقدر تصرف عليهم من فلوس لبنهم. دي عملت اطفال. انا مش فاهم يا ساندرا، انا مش فاهم والله. انت معاك 4 بقرات، حلو اهم. كل بقره جابت بقر صغير، هي ما حددتش العدد، هي عارضه منهم 2. احسب بقى هم معاها كام بقره في المطلق. فهمت. انا ما كانش احب يتقال لي جمله زي بتاعت تصرف عليهم فلوس لبنهم دي. بس مواشي. يستاهل. طب تعالى قول لي، لو انت معاك بقره 3 شهور اكيد هبقى خايف عليها قوي. تخيل نازل 5 ايه في التجمع كده معاك بقره، لو سمحت مش معقول كده، ممكن تربطها. اللي بعده خلاص عشان ما نحلبش الافيه خلاص. دوسة البسبوسة هتخرج الشهر ده من الجامعة وخايفة قوي من اللايف افتر جراديويشن. كلموني هونوا عليا وقولوا لي عديتوها ازاي. بحبكم. طبعا بحبكم دي موجهه ل2 احنا عارفينهم، مش هنقول ومش هم. ماني بعشقك حتى وانتي مش هنا، انا لسه باقي. انا حبيتها من قبل ما ترد فبغني لها، ابتديت اغني لها. دوسة البسبوسة معايا. ايوه انا. ازيك عامله ايه؟ الحمد لله. مين معايا؟ معاكي بدر وعلاء من الجمعه ماركت. ويا جماعه الجمعه ماركت بيكلموني. في مجموعه يا اهل البلد. حالا بنخلص التخرج. اتخرجتوا. الف مبروك يا دوسة بسبوسه والله العظيم 3. طب انت اتخرجتي منين يا دوسة بسبوسه؟ طيب الألسن ترجمه فوريه. انت عايزانا نهون عليكي؟ ما انت اتخرجتي. طيب انا كده ما عنديش محتوى في الحياه. اللي بيصيحوا ويقعدوا يقولوا الامتحانات الحقونا يا خال. كنت موقفه حياتي ان انا محتويه دراسه وجامعه، فحاليا ضايع المحتوى مش عارفه اعمل ايه. عارفه كل الاشكال الضاله اللي قابلتيها في الجامعه اه. هتلاقي بقى اتقل منهم في الشغل، وهتروحي بقى تلاقي ناس. شوف لنا عايزه تشتغل ايه؟ طب عايزه تشتغلي ايه؟ انا عايزه اشتغل مترجمه فوريه. شوف كانوا بيمتحنوا ماده ايه؟ طب ما تخط تكلمها انت. كان عندكم ايه النهارده يا دوسة؟ كان عندنا ماده اسمها اسي. طب دوسة بقول لك هو انت اسمك الحقيقي والله ايه؟ انا اسمي فردوس. طب ده اسم احلى بكتير من دوسة بسبوسه. هو فردوس بس عشان طويل شويه. ايوه دوسة بسبوسه اقصر فعلا. لا ده بص ده يعني يا لهوي. لا اتبست يا لهوي يو ميد ماي داي بجد. يو ميد ماي داي. ده انت اتخرجت النهارده واحنا اللي ميد يور داي. ده انت اللي ميد اور داي يا بسبوسه. في حد عرف لكم زغلوط
صوتك. ممكن تسمعينا زغروت عشان النهارده الحنه ماركت. عايزين صوتك عشان النهارده الحنه ماركت. عارفين بعت لهم امتى؟ يعني امتحان الفرنش. عملت ايه في الفرنش؟ شوف لنا عملت ايه في الفرنش. زي الزفت شلنا كلنا. طب شيلتي امال ايه اللي اتخرجتي؟ ايه الفرحه دي؟ احنا اعتمدنا ان شاء الله الرأفة هتروح على الفرنش. هتعملي معانا حاجه مهمه. اوكي. احنا هنقول الانترو بالانجلش وانت تقوليه بالعربي، ماشي؟ Welcome to the show that buys and sells اهلا بيكم في البرنامج اللي بيبيع ويشتري and sees if the thing is worth it or not. ويشوف اذا كانت الحاجه تستاهل ولا ما تستاهلش. الجمعه ماركت. فرايداي ماركت. طب ما القلم الفرنساوي ليه طيب؟ ما الدنيا طيب. اتبسطنا معاكي وحياه ربنا يا دوسه. انا مبسوطه جدا، مش متخيلين. يا لهوي، ثانك يو، شكرا. باي باي. يستاهل ولا ما يستاهلش يا كابتن الاول؟ لا يستاهل. انا شايف ان دوسه تستاهل دوسه بصراحه. تستاهل، ضحك الدنيا. ساره جمال، ماشي. صيدلانيه بس نفسي اشتغل رقاصه. وده مباشره وصريحه وعارفه هي عايزه ايه. انا بس عايز اعرف هي بعتها لنا احنا ليه؟ الرقم المطلوب مغلق. عندها نمره. ده حرفيا النمره غلط. ماشي استنى نتصل بيها تاني يمكن عاملها على هزاز. غير متابع. لا خلاص. كان نفسي نوصل لها. انت عارف انها كانت هتبقى رقاصه حقنه؟ انت عارف انها الرقاصه الوحيده اللي هينقطوها كده؟ عارف هتشتغل في احتفالات نادي ايه؟ ايه؟ نادي فاركو. شهوده. مايكات صغيره ما تبانش، هنركبها للعريس والعروسه في الفرح عشان نسمعهم بيتوشوشوا يقولوا ايه فضولي هيقتلني، للبيع بسعر 15 جنيه جدعانه مني. ما هو لحظه، انا هقول لك بقى تجربه شخصيه بقى. وانا برقص سلو كنا احنا مستلمين في نفس اليوم السفره، فانا مبتسم عمال اقول لها لو الازاز بتاع السفره ما جاش النهارده هعمل مشكله. هيبقى يوم ازرق على بتوع فاهم؟ دي مش مستاهله ال 30 جنيه بتاعت المايكات ان احنا نبقى دي القصه اللي بنسمعها بالفرح. ايوه. طب تعالى نكلم شهوده. يلا استاذنك نكلم. يا صاحبي. الو شهوده، مين معايا؟ معاكي علاء ياسين وبدر نور من الجمعه ماركت. بجد؟ والله ازيك عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ تمام. شهد فين دي؟ ممكن شهد بالله عليك اللم الدنيا، احنا عايزين نكمل اليوم. انت عايزه تبيع لنا مايكات عشان نعرف العريس والعروسه بيقولوا ايه؟ يعني هو قال لك اول حته من اللي هم بيقولوها. بيتكلموا في حاجات على فكره ليها علاقه بالفرح، مفيش حاجه هتبسطك خالص يعني في القصه. ايه ده؟ لا خلاص. خلاص يا انت اللي عيني. بتبيعي، ايه اللي خلاص؟ انت ما تقنعينا. طب انت عايزه تسمعي ايه يعني؟ لا مش حاجه، اصل هم بيقعدوا يتكلموا ويضحكوا وبتاع والله بيقولوا الحاجات اللي مالهاش لازمه دي بالضحكه برضه. مين اللي بترقص جنب امك دي؟ فلان يقولوا كل الحاجات دي بنفس الابتسامه. واكيد في الهزاره بتاعت اللي هي البوفيه امتى، اكيد بيعملوا كل الهزارات دي وخلاص في الضيقات دي وخلاص، يعني عشان فاهمه. بس انا كده خلاص بفكر، مش بايعه حاجه. طب احنا اسفين، طيب احنا ازعجناكي. عندك حاجه حسيت تاني؟ ماشي يا هدى، يعني نورتينا وبدر اتبسط قوي بالمكالمه دي والله. وانا كمان والله اكتر. ماشي بيتابعينا بقى ومش لازم نبقى بولا وريم، فاهمه قصدي؟ لا والله انا مبسوطه خالص بالمكالمه دي. باي باشا. انا شايف ان 15 جنيه يستاهل. لا ما يستاهلش والله اللي هيتسمع. بس 15 جنيه هتعمل بيهم هيبقى ايه؟ فيك والله العظيم، هيبقى في كلام من نوعيه انت امك بتاكل في البوفيه كده كانها ما اكلتش، فاهم قصدي؟ والله كلام مش هنحب نسمعه. انا هقول يستاهل بصراحه. انت تقول يستاهل؟ انا حر. ما انا صاحبي ما ينفعش ابوظ لك الدنيا. اخويا نادي محبي لمض الثلاجه. شبابنا الشباب ده اللي هو بتاعت ميكي اللي هي زم لا دي شبابنا احنا الشباب شبابنا شبابنا اخواتي الرجاله واخواتي الحريم. ده واقف في المترو ده انا باتشو. ايوه الكومنت ده لو مش حلو مش هيستحملني كده. اخواتي الرجاله واخواتي الحريم بحبكم كلكم، وده من قلب للقلب. يا اسطى قول بتبيع ايه بالله؟ جاي لكم المره دي بلمض الثلاجه ديسكو تضفي جمال على ثلاجتك، مضاف اليه تايني سماعات عشان على راي شعارنا كل مره تفتح ثلاجتك تلاقي الاكل بيرقص. ده مفيش رايم في الشعر، مفيش اي حاجه، دي جمله عادي. طيب الحاجه الوحيده اللي ممكن ترقص في الثلاجه هي ام علي. والجيل. تعالى نتخيل نروح معاه ان الثلاجه بقت ديسكو. استنى نفتح الثلاجه، نفتح التلاجة مع سوا؟ بعضينا. يلا. المكرونة عاملة ثورة والأكل كله هيقلبها دراما. انا بصراحه غيرت رايي. على انا شايف انه يستاهل. انا شايف انه يستاهل الصراحه. بصراحه يستاهل. فاطمه فطومه، اغلى الاسامي يا فطومه. آلة زمنيه ترجعك بطن امك. ليه قله الادب طيب؟ الاستفسار كذا 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 وترجعني انا بالمره. الو فاطمه فطومه تومه فطومه تومه فاطمه لا دي حاجه تانية. مين بقى؟
بسرعه قول بسرعه قبل ما تقفل. احنا الجمعه ماركت يا فاطمه، ازيك عامله ايه؟ بدر معاكي النور وعلاء ياسين. وانا عارفه مين بقى؟ هو انت بتتكلمي كده ليه طيب؟ اتكلم ازاي؟ ده احنا بنكلمك وبنغني لك والراجل طبل لك حرفيا يعني. معاكي بدر نور وعلاء، ازيك عامله ايه؟ اقفل ايه بقى. الاحباط ده؟ ايه الاحباط اللي في صوتك يا ده؟ عم زفت. انا بقطع اشكال والله. بتقولك عارفه اشكال. عارفه اشكال؟ عارفه الاشكال دي يعني، المناظر اللي بتطلع دي. عايزه ترجعي بطن مامتك ليه؟ كده طيب خلاص ماشي سلام. يعني ايه كده يعني؟ لا بقى مش عايز ارجع تاني خلاص. انا عندي فكره فطومه، ما انت معاكي آلة زمن، ما تروحي قدام لاخر عمرك. انا مش عايزه قدام. مش هينفع ارد عشان المرد بتاعها هيبوظ الدنيا. طب فاطمه فطومه، هتبيع آلة الزمن دي على كام؟ اي ساعه. هو ايه اليأس اللي انت فيه ده يا فاطمه؟ انت شفتي ايه في ال 18 سنه دول؟ فهميني. حاجات كتيره قوي. حاجات كتيره قوي زي ايه؟ احنا عايزين نشتغل. قولي لي منهم 16 واحده. كان في غسيل سجاد. كبرتي موضوع سنه يا فاطمه ولا ايه؟ لا ما كبرتش بصراحه، لو حد قاعد مكاني يعني انت قاعده اصلا، امال ايه اللي غسيل سجاد وفرهدتي وبتاع؟ ما انا خلاص غسلت وقعدت بقى. يعني انت موضوع غسيل السجاد ده هو سبب موضوع آلة الزمن؟ لا دوت وحاجات كتيره كمان يعني. طب خلاص لما تبقي قادره تتكلمي يبقى اتصلي بينا نرقم معاكي. كده يعني. خلاص يا فاطمه بنهزر معاكي، ما احنا برنامج هزار. احنا مش بنفركش كده يعني؟ انت هتقفله ولا ايه؟ لا لا مش هنقفل، انت قاعده معانا بقيه لا الحلقه. خالص، ده انت مسليانا وشايفين منك معامله كويسه جدا. وكمان حواديتك ما بتخلصش. اقول لكم حاجه كمان، انا نفسي ارجع لورا. ليه عايزه ترجعي لايه؟ عايزه ارجع لكن كان في ناس معايا كتير قوي السنين اللي فاتت اه. ومش سابوني. لا اله الا الله. طيب انت بتضحكي على ايه يا فاطمه؟ ماشي يا فاطمه، هنكلمك وقت تاني ان شاء الله يكون ال 40 عدى. يوم 24 هيكون ال 40 عدى. لا اله الا الله. طب انت ليه بتقولي كل الحاجات بنفس الاداء؟ يوم 24 كل البتاع عدى، اصل لسه سابوني من عند ربنا. في ايه يا فاطمه؟ خلاص هنكلمك وقت تاني بقى تكون انت اهدى شويه. مين بقى معايا؟ معاكي بولا وريما. نشوفك على خير يا فاطمه. البقاء لله، مع السلامه. شايف ان آلة الزمن تستاهل عشان بس هي تعرف ترجع وعشان اروح في زمن ما فيهوش فاطمه في حياتي. دي بس حقيقة. مش اكتر من كده. فريد رضوان ده رجل اعمال 100%. مراتي الله يمسيها بالخير قالت لي بص يا احمد، قالت له بص يا احمد ازاي ايه العبط ده؟ ما تستغربش، هي بتحب تقول لي يا احمد، ده هو عارف. فريد رضوان عارف، ما تستغربش، هي كده بتحب تقول لي يا احمد في الصيف. المهم قالت لي بص يا احمد، لو قلبك حزن في يوم بيعه، عشان كده عارض قلبي الحزين للبيع او للبدل بزوجه تانية فرفوشه. يعني مبدئيا هي دايره عبط في البيت لان هي بتقول له يا احمد هو اسمه فريد شاري. روح لمنير بقى، منير كان بروكر فتره القلوب. بروكر. كان اصل هو خد بالك لو قلبك حزن، يعني هو كمان بقى قلب حزين مش قلب فاضي طيب هادي يخطفك من الحزن، خد فيش الكلام ده، هو حزين بس. طب مين من المغنيين ده هيشتري القلب الحزين ده؟ قلب الطيب قلب حنين. قلب ما فيهوش حزين ده. ما فيهوش حزين بس تمشي في الرايم ممكن ياخده يبدله هو بقى. قلب حزين. تركب يعني. محمد محي ده مرمطه ده، بس هياخد قلبه ويطلع بيه على البحر ويولول وبتاع. بس معاه فلوس كويسه. معاه فلوس، ده بيتمرن في الجيم بتاعك انت، يا معاه فلوس كويسه ابني فين؟ بيغلط غلطه بيدفع ثمنها غالي كويس. ايوه يستاهل ولا ما يستاهلش؟ انا مش حلمي بكره عشان يستاهل، لا ما يستاهلش الصراحه. ملك فريده، عايز اغير صوتي باي صوت تاني علشان عامل لي مشاكل. هنعرف دلوقتي. الو يا ملك، ازيك؟ معاكي بدر نور وعلاء ياسين من الجمعه ماركت. طب ممكن ثانيه عشان انا في حته. انت طب هاتي فريده على ماشي يا مهلك. مستر سعد. ايوه. ازيك يا ملك؟ احنا مبسوطين قوي ان انت خرجتي من الحصه وضحيتي بمستقبلك علشاننا. لا ثانيه وطلع. احنا معطلينك والله، احنا اسفين. بحبكم جدا. يا واحنا نهار بنموت اسود. فيكي وحياة يا ربنا. نهار اسود. ليه عايز صوتك يتغير ليه؟ بص انا بجد الناس كلها بتتريق على صوتي ده اللي هو مش راكب مع شكلي. يعني احنا شايفين صوتك ما فيهوش مشكله. احنا مبدئيا مش شايفين صوتك، احنا بنعتذر يعني قبل اي كلام. احنا مش شايفين صوتك في مشكله وعايزين نسمع شكلك بقى عامل ازاي. يعني انت شايفه ان صوتك مش حلو ولا شايفه انه مش لايق؟ لا هو مش لايق. معنى كده ان شاء الله، يعني ان شاء الله شكلك زي القمر اكتر من صوتك، صح؟ ان شاء الله. مش انت بدر؟ ايوه والله انا بحبك جدا. والله وانا بحبك جدا، يعني مش بعكسك بس. انا بحبك جدا. انا بحبك جدا. انا بقعد استنى الحلقه اللي انت فيها. انا مش فاكره التاني اسمه ايه بس هو لابس نضاره. الحمد لله انه مش انا. خير احمد خير. ايوه والله بقعد استناكم انتوا الاثنين. طب معلش اقاطعكم لا مؤاخذه، معلش انا اعتذر يعني. ملك في واحد طالع معاه اسمه علاء ياسين، شفتيه قبل كده؟ لا. ماشي عادي. خلاص كمل انت بقى، انا هروح انا. لا والله العظيم، والله العظيم احنا مبسوطين ان انت سبت الحلقه وخرجتي. سبت الحلقه، سبت الدرس. درس رياضه. انا يا ستي مش عايز اقول لك اذاكر لك رياضه عشان ما يزعقوليش، بس يعني ربنا يخليك. انا اصلا معادله، يعني انا مش ثانوي عام، انا تجاري وبعمل معادله وبقى. ربنا يوفقك، عشان- ربنا يوفقك. عايزه فلوس طيب؟ كفي نفسك. ماشي. لا انا ملك
مالك؟ انا بدر اللي بتحبيه. ثانيه يعني كفي نفسك دي كانت جايه لي انا. كف نفسك دي كانت لبدر ولا لعلاء؟ قول لي علاء، قول لي علاء. علاء. انا هجيب لك ابو نضاره الغاشم يتعامل هو بعد كده. طب على فكره عايز اقول لك حاجه قبل ما تقفلي، صوتك أيوة. زي الفل ما فيهوش اي حاجه وصوتك جميل. شكراً والله. واللي مش عاجبه بجد والله العظيم، اللي مش عاجبه يسد ودنه، طز فيه. واللي بنصوت في ودنه يبقى هيجي يتكلم معانا. انا اسمع كلامك فعلا. باي باي. احنا هنقول لها ملك حبي نفسك عشان هي تستاهل تتحب، انما انت ما تستاهليش يا ملك عشان الحاجات اللي انت قلتيها وان انت مش عارفاني. وبكده تكون حلقتنا خلصت، ولو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت وشير لو بتتفرجوا على الفيسبوك، ولو على اليوتيوب ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتكتبوا لنا في الكومنتات عايزين مين في الحلقات الجايه. واستنوا حلقه تانية من الجمعه مرة. باي.